اهلا اهلا. انا جبت لكم النهارده طبخه تجنن، سهله وبسيطه جدا، وهتسهل عليكي حاجات كتير قوي 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 في المطبخ. لو لسه ما تعرفنيش، انا مطبخ ست هانم. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. معايا لحمه مفرومه، بصله مطحونه كويس جدا جدا، معلقه فلفل، معلقه ملح، زي ما احنا متعودين على طريقه التتبيل بتاعه اللحمه المفرومه. فلفل وملح وبصل بس. هقلب كل المكونات دي مع بعض كلها كويس جدا 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 لحد لما تمتزج في اللحمة. البصلة لازم تدخل كده جوه اللحمة، ده اهم خطوة في الموضوع. لا اما قلبيها واسيبيها في التتبيلة شوية. عايزة اقول لكم الوصفة دي للستات الكسلانة اللي ما بتحبش تاخد وقت كتير في الطبيخ وعايزة تعمل طبخة حلوة. بس والله بجد 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 سهلة جدا جدا. بصوا بقى، هنعمل اللحمة جوه سهله. هنعمل لحمه كده كوره زي ما انتم شايفين. انا وريتكم الطريقه اهي، يعني تعمليها كوره وخلاص. تعملي بقى كل الكميه اللي عندك كور كده. وبعدين بقى بعد ما تخلصيها واحده واحده كده وتخليهم كلهم قد بعضهم. تمام، سهله اهو. يعني انا قلت لك دي طبخه الست الكسلانه، يعني سموها كده. المهم، بعد ما نعملها كور زي ما انتم شايفين ونخلصها خالص كل الكميه بتاعتنا، نبتدي بقى نفكر كده هنحط معاها ايه عشان تطلع الوصفه بتاعتنا. تتوقعوا احط معاها ايه؟ هحط معاها حاجات حلوه دلوقتي هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتستغربوا ايه اللي انا حاطاه ده. هو بسرعه يعني مش هتاخد اي حاجه. هقطع دلوقتي معايا، هقطع طماطم. حضرت طماطم فلفل وبصل، طماطم وفلفل وبصل. هقطع الطماطم حلقات، هقطع البصل حلقات، هقطع الفلفل برضو حلقات كده. وبعد ما اقطعهم واخلصهم خالص هبتدي بقى ايه اعمل لكم صينيه البطاطس. طبعا هنقطع البطاطس، جهزوا كمان يا جماعه بطاطس عشان هنقطعها برضو حلقات زيها زي تقطيعه الخضار اللي احنا عملناها. يعني معانا بصل، طماطم، فلفل اخضر، وبطاطس، واللحمه احنا عملناها خلاص كده. طلعي كام فص توم من التلاجة كده كمان وحطيهم على جنب. لسه هنقول دلوقتي التوم هنعمل فيه ايه. هنبتدي بقى ايه نحضر صينية البطاطس بتاعتنا. سهلة جدا جدا، هنعملها طبقات بطريقة خرافية، وبتطلع الأكلة دي لوصفة سهلة سهلة سهلة. بس هجيب صينية، أي صينية من عندك. أنا كنت عايزة أعمل في بايركس بس خفت طبعا للطق، لأن شفت كذا حادثة كده على النت، يعني يعملوا عليه فيها وتقوم تك تطق كده، يبقى المنظر يعني صعب أوي بعد ما يعملوا الأكل ويخلصوا. المهم، أنا حطيت البطاطس، حطيت الفلفل، حطيت الخضار بتاعي، الفلفل الأخضر وكل حاجة. هبتدي بقى أرصص زي ما انتوا شايفين دلوقتي. بقلب الخضار كده كله كله مع بعضه، يعني حتى البطاطس وبقلب عليه الخضار. خلاص. وهحط كمان، هحط دلوقتي معايا اللحمه. هقول لكم بقى دلوقتي. طبعا اللحمه احنا حدقناها وخلاص. طب هيبقى لسه ناقص حط ايه؟ حط البطاطس. خدوا بالكم لان الخطوه دي مهمه. ازاي هنحدق البطاطس وهو محطوط كده؟ طب صح، هنحط الحوض ازاي؟ انا هقول لكم دلوقتي. اصبروا بس عليا لما ايه، لما نوصص اللحمه كده مع بعض. بعدين زي ما قلت لكم كده خلاص خلصنا ترصيص اللحمه كلها. هي ما شاء الله الصينيه اخدت اللحمه كلها. طبعا انتوا عارفين اللحمه بتكش شويه، ده العادي. هجيب بقى التوم، هحط كده توم بالفصوص، يعني زي ما هو بيدي طعم ومذاق كده حلو للاكل. يعني يبقى وانت بتاكلي كده البطاطس مع الخضار، التوم بيبقى صحيح كده، بيبقى حلو جدا. ما تفرموهوش، يعني بلاش خطوة فرم التوم. طيب ايه، هنحدق الصينية بتاعتي ازاي؟ كوباية مية هنحط فيها معلقة ملح كبيرة، هنقلب معلقة ملح كبيرة على قد الصينية. هنقلب، هنحط شوية فلفل. طبعا الفلفل عشان البطاطس كله بقى، يعني كله. هنحط بقى المية وهنحط كوباية تانية بس كده. ما تزوديش عشان ما تبقاش المية كتير عليها. هنرجها كده، هنهزها شمال ويمين. وبعدين هنحط بقى الصينية ديت سمنة. تحطي سمنة، تحطي زبدة، اللي متوفر عندك حطيه، هو هيعمل لها بس نكهة للأكل.
ودسمة شوية بس كده. خلاص هي طلعت من الفرن، وبعد ما استوت حطيناها في الفرن على الشواية، طلعت شكلها خطير خطير خطير. دي صينية الست الكسلانة. لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش مطبخ ست هانم. عايزة بقى لايكات ودعوة حلوة.